من اشترى تذاكر مباريات المنتخب الوطني الثلاثة في كأس إفريقيا؟ دخلوا أنظار المنتخب الوطني باش يشريوا التذاكر، قال لك التذاكر كلها نفذت وبيعت. تذاكر مباريات أخرى موجودة، مباريات قوية أخرى في الدور الأول موجودة، لكن تذاكر المنتخب الجزائري كلها بيعت، ولا تستطيع أن تشتري أي تذكرة في ظرف 48 ساعة. ميدو توتي بوسيبل. من اشتراها؟ هل اشتراها الجزائريون؟ هل اشتراها المغاربه؟ يقدروا يشراوها المغاربه باش يعاودوا لها في سوق سوداء، يعرفوا باللي انا نقول لك شكون لي زالجيريان سورتو هذوما اللي عايشين في المهجر راح يكونوا بقوه في كاس افريقيا. وممكن يكون اصلا شغل كما نقولوا احنا بالعاميه حجه وفرجه، كاس افريقيا وسياحه. وانا الاشكال في فتره راح تكون في لاصقه مع نهايه السنه الميلاديه، يعني راح يكونوا بقوه. اليوم ممكن شراوهم باش يبيعوهم مارشين، ممكن شراوهم سلطات مغربيه، ممكن ما تعرف باش يخلصوا لي تيكي في 48 اور الوغ كو كاين لي تيكي الاخرين. والناس راهي تهدر، والناس راهي تهدر تقول لك احنا حبينا نشريو وما لقيناش. من اشترى التذاكر؟ عجيب امر التذاكر. المشكل الكبير وراه. نعم. التذاكر ولا ما كاش تذاكر نروحوا. والاشكال وين راه؟ الشعب يروح. ومن بعد كي نوصلوا الشعب مازال ما بداش يتحضر للسفر، التذاكر خلاص. كي نوصلوا لتم خلاص نشريو التذاكر بداية من دور ثم نهائي. هي كاين حاجة، هذه التذاكر يلحقوا الفيدرالية الجزائرية هي اللي تبيعهم خارج وداخل الوطن ديالو. كان الجزائر الاخرين عايشين في الخارج. لا فيدراسيون تاع خويا، كاين كوميتي دورغانيزاسيون سيال كي سون موسيب دو لا فونت. اسمح لي لا في الاشكال. لكن كي تدخل لازم لا فيدراسيون تبيع شغل اون اندوي لي جون لير. لا اسمح لي واش حبيت نمعني لك. ربما تكون لها كوطه من التذاكر توزعها على الأنصار. ديجا لا كاف الكوطه تاع الجيري تبعتها الفيدراليه الجزائريه باسكو عندك اشكال. رايح المغرب عندك اشكال مع كما يقول لك مع الانصار ديالنا اللي ما يلقاوش تذاكر. تولي هضره واحده اخرى. انا نهضر لك باللي لي 3 ماتش تاع لي ستاد اللي يلعبوا في الرباط لي زالجيريا عندك النص تاع لي تيكي مع الفرق اللي تلعب يكونوا ديستيني للجيري. الجيري تمد لها الكوطه ديالها لاكاف وحدها، ولا ما تصيبش تيكي معناتها ما شراوهاش لي زالجيريا خارج وداخل الوطن. هنا كاين مشكل. نعم ميدو، الكاف أرادت أن تحذو حذو الفيفا، والكاف لا يمكن أبدا أن تكون مثل الفيفا. الفيفا تطرح التذاكر للبيع ويمكن لأي شخص أن يشتري هذه التذاكر. هذا ما حاولت الكاف أن تفعله، أنها تطرح تذاكر المباريات للبيع، لكن الكاف نسيت بأنه فيه خصوصية هنا في إفريقيا، خاصة دول المجاورة مثلا للمغرب مثل تونس، مصر، الجزائر. من دون شك سيكون هناك أنصار كثر لهذه المنتخبات في المغرب، لذلك كان من الأجدر تخصيص كوطة من التذاكر لهذه الفيدراليات، يعني تبيعها تشتريها الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وبعد ذلك توزعها على أنصار المنتخب الوطني. وهذا كان يحدث حتى في أدغال إفريقيا، الأنصار المتنقلون إلى أدغال إفريقيا يتحصلون على التذاكر، سواء كانوا يتحصلون عليها في السفارات أو عن طريق الاتحاد. لكن الآن قبل شحال مازال؟ تقريبا شهرين من بدايه كاس افريقيا، كاين انصار مازال ما فكروش في ترتيبات السفر. انت تقول لي التذاكر كلها نفذت وما نعرف حتى واحد شرا، يعني كل كل محبي المنتخب الوطني هنا في الجزائر ما كاين ولا واحد اشترى تذكره، ولا جزائري ولا البطاقه. نعم، من اشترى هذه التذاكر علاش قلت لك بهذه السرعه يعني لاكاف تقدر تمد لك فوزي. شوف في لي كرون تورنوا هذه لاكاف تعطيك الكوطه تاع لي زانفيتاسيون ديالك سبيسيال لا فيدراسيون الجيريان، ولا فيدراسيون الجيريان البرون شارج لاشا دو سارتان تيكي باسكو دوك داروهم بلاتفورم ما بقاش كيشي فيها فان اي دي، فيها الفان اي دي، فيها بزاف امور. ما تقدرش دير في افريقيا اليوم كاس افريقيا 2019 في مصر باش الناس قدرت تدخل لي تريبين كانوا يديروا الفان اي دي لازم تعلقها وتدخل بها. ميدو كل الملاعب كانت فارغة في نهاية كأس أفريقيا سواء الماضية أو اللي قبلها. شاهدنا مباريات بمدرجات خالية. ميدو ما تقدرش تتابع الفيفا. الكاف
ما لازمش تدخل في كل الجحر تدخل فيه الفيفا. إذا عملت الفيفا هذه لازم هما الفيفا عندهم ظروف خاصة. أنت لما الآن تبيع تذاكر المونديال تبيعهم للإنجليز ولا للهولنديين ولا للإسبان ولا الأستراليين، ماشي نفس الشيء في إفريقيا أنك تبيع تذاكر لناس يسكنوا في زيمبابوي وفي البورندي صعبة الأمور ميدو. الأمور لا تقاس بهذا الشكل. ولا يمكن أيضا أن نقلد مثلا القطريين وما فعلوه في تنظيم كأس العالم، لأنه إفريقيا تبقى دائما لديها خصوصية. أصلا الكاف كان عندها مشكلة في ملء الملاعب. جل نهايات كأس إفريقيا اللي شاهدناها خاصة المباراة الأولى اللي تلعب على الساعة الثانية تكون بمدرجات شاغرة ميدو، لا يوجد من يقتني هذه التذاكر. نتمنى الخير للمنتخب الوطني الجزائري، ونتمنى أن يكون أنصار المنتخب كثرا، وسواء بيعت التذاكر أو لم تباع أنصار المنتخب سيكونون حاضرين إن شاء الله في المباريات الثلاثة الأولى في نهايات كأس أمم إفريقيا وفي أدوار متقدمة إن شاء الله.